عود نفسك ان كل محاضره هتبقى اطول من المحاضره اللي قبليها. ليه؟ لان انا قلت لك في بدايه الموضوع انا كل محاضره لما اجي اشرحها هراجع على كل القديم. يعني احنا هناخد 11 فصل، هناخد كام فصل؟ وانا بشرح لك الفصل ال 11 هراجع لك على ال10 في نفس المحاضره. فعود نفسك كده معايا معلش ان محاضرتنا هتبقى طويله كل شويه، او كل محاضره هتبقى اطول من المحاضره اللي بعديها. طب احنا المحاضره الاولانيه شرحنا ايه؟ قبل ما نشرح المحاضره الاولانيه لازم نحل الايه؟ الامتحان. مين معاه الامتحان؟ طيب اول حاجه محدش يجاوب معايا. يوجد في مصر 12 دوائر عرض. غلط. 10 دوائر يمر باجزاء مصر الجنوبيه مدار يسمى مدار الجدي. غلط. مدار السرطان. التخوم مناطق راحله غير قابله للاستيطان. صح. فاكرين التخوم دي لما خدناها في الفصل الاولاني وقلنا ان هي اللي كانت بتفصل ما بين الدول وما بين بعضها قبل ما تترسم الايه؟ الحدود السياسيه. يوجد في الحد الغربي 45 جزيره. غلط. ده في الحد الايه؟ الشرقي. تعتبر مصر اقدم الدول التاريخيه ومع ذلك لم يتم ترسيم حدودها الا في نهايه القرن ال 18. غلط. في نهايه القرن 19. الحد الجنوبي هو حد اصطناعي هندسي او حد بشري يبدأ من البحر الاحمر شرقا وينتهي عند جبل العوينات غربا. صح. يوجد في الحد الشمالي 4 رؤوس: الضبع وابوقير والبرولوس ودمياط. صح. الحد الشرقي يمتد من طابة جنوبا الى رفح شمالا. صح. الحد الغربي يوجد به تعرجات بسبب منخفض سيوة. فاكرين في اول محاضرة قلت لكم ان انا هفوت لكم معلومات بسيطة وهجيبها لكم في الامتحان. أنا كده الفصل الأولاني كله في امتحاناته مفيش أي حاجة أنتم محتاجينها فيه. كل معلومة في الكتاب أنتم خدتوها. بس يا جماعة محدش يجي يقول لي المعلومة دي ما أنت ما اديتهانيش. أنا عارف كل حاجة وكل حاجة بديها لك في وقتها، وعارف إمتى هديك المعلومات دي تحفظها النهاردة، وإمتى لما أزود لك عليها معلومة أو 2 المرة اللي بعديها هتقدر إن أنت تحفظهم. لان انا عارف ان في ناس لو اديت لهم المعلومات كتير قوي كده هتقفل. تمام؟ فالناس معايا ما تقلقش، انا بمسك الكتاب بتاع الدكتور بقراه 500 مره واعمل ملزمه اقراها 500 مره عشان في الاخر اقدر اطلع لك المعلومات اللي انت هتقدر تحفظها وفي النهايه هتجيلك في الامتحان بالنص. طيب اختصرت قناه السويس 38% من المسافه عبر المحيط الهادي. صح كده؟ وقناة بنما تم التفكير مرات عديدة لحفر قناة السويس. صح. أهم خلجان الحد الشرقي خليج فول وزيت. صح. انتشر الإسلام في شمال أفريقيا بعد الفتح العربي الإسلامي. صح. دي كنا قايلينها. طيب تم ترسيم الحدود السياسية الجنوبية بين مصر والسودان 1899 والحدود السياسية الشرقية بين مصر وفلسطين سنة 1906 والحدود الغربية بين مصر وليبيا سنة 1925. 8% من التجارة العالمية مرت عبر قناة السويس. مساحة مصر 1.1 مليون كيلو متر مربع. يوجد بمصر 10 دوائر عرض و12 خط طول. اختصرت قناة السويس 23% من المسافة لطريق رأس الرجاء الصالح. خلاص كده؟ معظم الأمطار تسقط على الأراضي المصرية في السواحل الشمالية. شكرا. نرجع نعيد الفصل الاولاني تاني. 1 محدش يتكلم والناس كلها تركز معايا. موقع فلكي. قلنا لما نقول موقع فلكي يبقى خطوط طول ودوائر عرض. تقع مصر فلكيا بين دائرتين عرض 22 إلى 31 36 شمالا، وبين خطين طول 25 إلى 37 درجة شرقا. قلنا إن بيمر بأجزاء مصر الجنوبية، يمر بأجزاء مصر الجنوبية مدار يسمى مدار السرطان. صح كده؟ وقلنا إن هو كام؟ خمس
مساحة مصر خمس مساحة يعني كم في المية؟ 20%. طب في معلومة هزودها لكم هنا المرة دي. تمام كده؟ عند أسوان، عند مدينة أسوان، عند مدينة إيه؟ أسوان. تمام كده؟ يبقى مدار السرطان بيمر بأجزاء مصر الجنوبية بيمثل خمس مساحة مصر أي 20% منها عند مدينة إيه؟ أسوان. صح كده؟ قلنا إن الجو في مصر شديد الجفاف والحرارة، شديد الجفاف والحرارة. ولما أقول لك شديد الجفاف والحرارة يبقى الأمطار بتسقط بكميات إيه؟ قليلة. صح كده؟ قلنا إن مصر بتقع في المنطقة المدارية الحارة الجافة. مصر بتقع في المنطقة المدارية الحارة الإيه؟ الجافة. تقع مصر في المنطقة المدارية الحارة الجافة. صح كده؟ وقلنا إن لولا نهر النيل لكانت مصر امتدادا للصحراء الكبرى. لكانت مصر امتدادا للصحراء الكبرى. مش هيفهم منك. قلنا لو ما كانش في نهر النيل كانت مصر كلها تبقى عباره عن ايه؟ لان نسبه الصحراء في مصر 95%. طب امال احنا عايشين في قد ايه؟ 5%. اسمه وادي النيل ودلتاه ومنخفض الفيوم. ممكن يجي لنا بطريقه ثانيه يقول لك صعيد مصر ودلتاه. هو ده اللي عايشين فيه وبيمثل 5% من مساحة مصر. في صعوبة في اللي أنا قلته؟ أنا كنت بقول لك في الأول تقع مصر فلكيا بين دائرتي عرض 22 إلى 31 36 شمالا وبين خطي طول 25 إلى 37 شرقا يمر. أنا حفظتكم بس لما أجي أذاكر أحط معلومات بسيطة تفكرني أهو. دوائر عرض 22 إلى 31 36 شمال. خط طول 25 إلى 37 شرقا. مش لازم أحفظ السطر كله بس طالما وصلت لهنا يبقى أنت هتعرف تحله في الامتحان زي ما هو بالظبط. يمر بأجزاء مصر الجنوبية مدار يسمى مدار السرطان. لا، مدار السرطان في جنوب مصر بيمثل خمس مساحة مصر، بيمثل 20% من مساحة مصر عند مدينة إيه؟ أسوان. جو مصر شديد الجفاف وشديد الحرارة، عشان كده الأمطار عندنا بتسقط بكميات قليلة. واخر حاجه عايز اقولها لك في الحته دي ان وادي النيل ودلتاه او صعيد مصر ودلتاه في اخصب الاراضي الزراعيه في العالم. اخصب الاراضي الزراعيه ايه؟ قلت يا جماعه لما اجي اتكلم بقى عن موقع جغرافي هتكلم بقى مصر بتقع فين؟ مصر اول حاجه في شمال شرق قاره افريقيا. مصر بتقع في شمال شرق قاره افريقيا. صح كده؟ يحدها من الجنوب. ايه الدوله اللي بتحد مصر من الجنوب؟ السودان. طب ومن الشرق؟ البحر الاحمر. طب والغرب؟ السعوديه والاردن. ليبيا. صح كده؟ في الشمال البحر الابيض والبحر الاحمر في الشرق. صح كده؟ والبحر الاحمر فين؟ في الشرق. في الشرق وخليج العقبه شبه جزيره سيناء. تمام. طيب يبقى انا دلوقتي بتكلم عن موقع مصر الجغرافي. تقع مصر في شمال شرق قاره افريقيا. تمام كده؟ تقع في شمال شرق قاره افريقيا. يحدها من الشمال البحر الابيض المتوسط اللي بيفصلنا مكانيا عن قاره اوروبا. بيحدها من الجنوب دولة السودان، من الشرق فلسطين والبحر الأحمر، من الغرب دولة ليبيا. وهرسم لكم دلوقتي الخريطة. في صعوبة في اللي أنا بقوله. وآخر جزئية في الحتة دي قناة السويس. قناة السويس لازم تعرف إن كان في محاولات من زمان جدا من أيام الأسرة ال 12 سنوسرت الثالث. المحاولات ديت عشان نحفر قناة تربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر. فلما يجي لك سؤال ذكي في الامتحان ويقول لك بص كده، هو هناك محاولات عديدة لحفر قناة تربط بين البحرين المتوسط والبحر الأحمر. أول محاولة كان في عهد واحد اسمه سنوسرت الثالث، قناة سميت سيزوستينيس.
تاني محاولة كانت عهد عمرو بن العاص. أمير المؤمنين. قناة سميت بأمير المؤمنين. وتم افتتاح قناة السويس سنة 1809 وإيه؟ 1869 ممتازين. تمام كده؟ طب أنا دلوقتي عايز أسألك سؤال. أنا بقول كان في محاولات من زمان عشان أقفل القناة، صح كده؟ فلما أجيب لك في الامتحان وأقول لك قناة سيزوستريس هي قناة أمير المؤمنين أو هي قناة صح كده؟ عشان انا كنت بحاول من زمان احفر في نفس المكان. فسيزوستريس هي امير المؤمنين هي قناه الايه؟ تم حفر قناه السويس سنه 1809. 8% من التجاره العالميه مرت عبر قناه 2009. 23 كانوا بيعدوا من طريق راس الرباط و38 كل حفظ زي الفل. تمام كده؟ وحفظ الفهم. نشرح بقى المحاضرة اللي فاتت اللي كانت بتتكلم عن حدود مصر. معلش الناس اللي بتحضر معايا أول مرة المواضيع بتعدي بسرعة بس انتوا هتلحقوني. لو عايزين بعد ما تخلصوا يعني بعد ما نخلص المحاضرة دي دكتور علي هيدي انجليزي بس دكتور علي هيدي انجليزي. حدود مصر السياسية. طيب حدود مصر السياسية يحد مصر من الشمال البحر الأبيض المتوسط. يحد مصر من الشمال البحر الأبيض وتحد مصر من الجنوب السودان. ويحد مصر من الشرق ويحد مصر من الغرب ليبيا. دي الحدود السياسية لمصر. لازم تعرف ان الشمال فوق. الشمال فين؟ الجنوب الشرق الغرب. تاني الشمال فوق الجنوب الشرق يمين الغرب شمال. صح كده؟ طيب أول حاجة هنتكلم عنها إن تم ترسيم الحدود السياسية الجنوبية بين مصر والسودان سنة 1899 وتحفظ التواريخ دي زي اسمك. وتم ترسيم الحدود الشرقية بين مصر وفلسطين. وتم ترسيم الحدود الشرقية بين مصر وليبيا 1925. صح كده؟ طيب هنا بنقول عليه الحد الشمالي. بنقول عليه الحد الايه؟ بنقول على الحد الشمالي ده حد طبيعي بسبب ان في مكان مصر في الشمال في بحر ابيض ايه؟ فالبحر ده من صنع الله فهنقول عليه حد طبيعي. يبقى الحد الشمالي ده حد طبيعي بيمتد من رفح شرقا الى السلوم بيزيد طوله عن 1000 كيلو متر. فيه كم رأس؟ 4. رأس الضبع وابوهيم والبرولوس والزمياط. فيه كم خليج؟ 3. خليج الحكمة والعرب وابوهيم. ده الحد الايه؟ الشمالي. طب الحد الجنوبي في دولة اسمها دولة السودان. يبقى الحد الجنوبي ده حد طبيعي ولا حد بشري؟ حد بشري بسبب ان السودانيين دولت بشر، صح كده؟ فمش هنقول عليه حد طبيعي زي الحد الشمالي بسبب البحر الابيض المتوسط. يبقى الحد الجنوبي ده حد بشري او حد اصطناعي. يبقى الحد الجنوبي ده حد بشري او حد اصطناعي. تمام كده؟ طيب بيمتد منين لفين؟ لا من رفح للسلوم. فين لفين؟ الناس اللي ذاكرت من فين لفين؟ رفح شرقا الى جبل العوينات. طيب عندي بقى الحد الشرقي في بحر حد طبيعي وفي دولة يبقى ينقسم الحد الشرقي إلى حد طبيعي حد طبيعي بسبب البحر وحد بشري او اصطناعي هندسي بسبب دولة فلسطين. تمام كده؟
اشهر رأس في الحد الشرقي لازم تيجي في الامتحان رأس اسمها رأس بناس. بقول لك ايه؟ اشهر رأس في الحد الشرقي رأس اسمها رأس ايه؟ بناس. طيب الحد الغربي فيه دولة ليبيا، الحد الغربي فيه فبنقول عليه حد اصطناعي هندسي، حد اصطناعي. طيب قبل ما تترسم بقى الحدود ما بيننا وما بين الدول كان زمان ما فيش حدود. كان في حاجة اسمها التخوم. التخوم دي مناطق ضاحلة غير قابلة للاستيطان، مناطق ما ينفعش البني آدم يعيش فيها. قبل ما كان يبقى في حدود ما بيننا وما بين الدول كانت هي اللي بتفصل الدولة عن الدولة الأخرى. يعني يجي لنا ازاي السؤال ده في الامتحان؟ قبل ترسيم الحدود ايه اللي كان بيفصل الدولة عن الدولة؟ حاجة اسمها ايه؟ يجي يقول لحضرتك هي التخوم دي مناطق ينفع للإنسان إن هو يعيش فيها، تقول له صح ولا غلط؟ يبقى التخوم مناطق ضاحلة ما ينفعش إن أنا أعيش فيها. كانت قبل ما تترسم الحدود ما بيننا وما بين الدول هي اللي بتفصل الدولة عن الدولة الأخرى. تمام كده؟ تمام. وتم ترسيم الحدود السياسية الجنوبية. طيب عند ترسيم الحدود السياسية الجنوبية بين مصر والسودان سنة 1899 ظهرت مشكلتين. ظهرت ايه؟ أول مشكلة اسمها مشكلة وادي حلفا. أول مشكلة اسمها مشكلة وادي حلفا. كان قبل ما تترسم الحدود ما بيننا وما بين السودان كانت مصر والسودان دولة واحدة قاعدين عند بعض. تمام كده؟ ما نعرفش فين حدود مصر وما نعرفش فين حدود السودان. فكانوا السودانيين فاكرين إن وادي حلفا ده بتاعهم. بس لما اترسمت الحدود اصبح ان وادي حلفا يقع فين؟ فانتهت المشكله دي ان وادي حلفا سياسيا تابع واداريا تابع لدوله السودان. في مشكله تاني اسمها مشكله جبل علبه او جبل حلايب وشلاتين. نفس المشكله بس ده بتاعهم. كان جبل علبه ده لازم تعرف بقى معلومات عنه، ما قلناش المحاضره اللي فاتت، من اكتر الجبال اللي بيسقط عليه الامطار. الجبل ده يستخرج منه الذهب. الجبل ده فيه ثروات طبيعيه كتير جدا. فكان السودانيين فاكرين ان جبل علبه او جبل حلايب والشلاتين بتاعهم. بس لما اترسمت الحدود اصبح ان جبل علبه يقع داخل فين؟ مصر. فهنحل المشكله دي ازاي؟ قال لك سياسيا هيكون تابع واداريا تابع لمين؟ قال لك ان في مشكله ثالثه حصلت عكس المشكلتين دولت اسمهم جبل بورتوزوجا. فلو قلت لك مشكله جبل بورتوزوجا انتهت عكس المشكلتين الاولانيين، فجبل بورتوزوجا سياسيا هيبقى تابع السودان واداريا تابع. ناخد محاضره النهارده بس المعلومات اللي انا حاططها دي كل معلومه منهم سؤال في الامتحان. الفصل الفلكي والجغرافي وحدود مصر السياسية، وفي آخر الفصل مكتوب وأقاليم مصر المورو. أقاليم مصر المورفولوجية 4 أقاليم: صحراء غربية، صحراء شرقية، شبه جزيرة سيناء، وادي النيل، وادي التو، منخفض الفيوم. في منهج 2024 كانوا كل دولت الأول قبل ما ينزل المنهج الجديد كانوا بيتحطوا في فصل واحد، بس خلوا ال4 دول كل واحد في فصل لوحده عشان تاخدوا معلومات كتير. فاهمين ولا مش فاهمين؟ يعني الأول كانت أقاليم مصر المورفولوجية ال4 أقاليم دول كانوا في فصل واحد. دلوقتي بقوا 4 فصول عشان نزود فيهم المعلومات. ركز معايا. أول إقليم من أقاليم مصر المورفولوجية الصحراء الغربية. الصحراء الإيه؟ الغربية. لازم تعرف إن الصحراء الغربية أكبر أقاليم مصر المورفولوجية. مساحة الصحراء الغربية 681,000 كيلو متر مربع، أي 68% من مساحة مصر. زود دي عندك بقى عشان مش موجودة، أي ثلثي مساحة مصر. يعني تلتين مساحة مصر صحراء غربية. صح كده؟ هو احنا مساحة مصر قلناها كام؟ 1.1 مليون كيلو متر. فتخيل من المليون دولت فوق النص اهو 681,000، ده داخل على 700,000. تمام؟ صحراء غربية. فلازم تعرف
ان اكبر اقاليم مصر المورفولوجيه هي الصحراء، مساحتها 681,000 كيلو متر. مساحه الصحراء الغربيه 681,000 كيلو متر، اي 68% من مساحه مصر. لا هو كده زي ما انا كاتبها. خلاص كده يا جماعه؟ يبقى عرفنا اول ليه؟ لا 68 بس في المية. بالتقريبا تبقى 68. اشطب لي واحد علامه. ماشي، بس هي لو جت في الامتحان بتيجي 68%، مش هيقولوا 1 من 10، لان النسبه المئويه بتيجي رقم. تمام في المية. يبقى اول حاجه الصحراء الغربيه اكبر اقاليم مصر المورفولوجيه، مساحتها 681,000 كيلو متر. يزيد اقصى طول لها عن 1000 كيلو متر. طيب امتدادها منين؟ 26 شهر 5 طول. تمتد على خط طول 26 درجة شرقا عند مدينة رأس براني. رأس براني دي غرب مرسى مطروح. سيدي براني، مدينة سيدي ايه؟ براني. يبقى دلوقتي امتداد الصحراء الغربية على خط طول 26 درجة شرقا عند مدينة سيدي براني، عند مدينة سيدي ايه؟ في غرب مرسى مطروح. تمام كده؟ وامتدادها على خط عرض عند مدينة قنا. عند مدينة ايه؟ عند مدينة قنا. طول بقى خط العرض كله 750 كيلو متر. تاني الصحراء الغربية دي أكبر أقاليم مصر، حيث تبلغ مساحتها 681,000 كيلو متر مربع، أي 68% من مساحة مصر. الصحراء الغربية بتمثل تلتين مساحة مصر. امتدادها منين لفين؟ امتدادها على خط طول 26 درجة شرقا عند مدينة سيدي براني غرب مرسى مطروح، وامتدادها عند خط عرض عند مدينة قنا. تمام كده؟ سؤال لازم يجي في الامتحان، لازم أعلى قمة جبلية في الصحراء الغربية جبل الايه؟ جبل العوينات. طوله 1907 متر. طول جبل العوينات 1900. بتقل مساحة الصحراء الغربية عند منخفض ايه؟ تقل مساحة الصحراء الغربية وعلى طول الساحل الشمالي عند منخفض الفيوم، على طول الساحل الشمالي الغربي. تمام كده؟ يبقى دلوقتي لازم تعرف ان مساحة الصحراء الغربية هتقل عند منخفض الايه؟ تمام كده؟ يوجد بالصحراء الغربية انحدارات شديدة من الجنوب إلى الشمال. يوجد في الصحراء الغربية انحدارات شديدة من الجنوب إلى الإيه؟ حفظتوا معايا الكلام ده؟ يعني لما اجي اقول لك اعلى قمه جبليه في الصحراء جبل العوينات، لما اجي اقول لك طول جبل العوينات 1907، لما اجي اقول لك مساحه الصحراء الغربيه، لما اجي اقول لك مساحه الصحراء الغربيه بيقل فين؟ عند منخفض الفيوم. والانحدار بيكون منين لفين؟ من الجنوب الى الشمال، يعني بتبقى نازله كده، بتبقى منحدره. تمام كده؟ الناس تمام معايا؟ الصحراء الغربية من اقليمين، بتتكون من كم اقليم؟ اقليم اسمه اقليم الهضاب، وده مساحته 67% من مساحة مصر. احنا قلنا مساحة الصحراء
الغربيه قد ايه؟ 68. فلما اقول لك ان اقليم الهضاب لوحده 67%، الاقليم الثاني ده مساحته 1%. 1% ممتازين. الاقليم الثاني اسمه اقليم السهل الساحلي للبحر المتوسط. الابيض المتوسط، مساحته 1% من مساحه مصر. اللي هناخده النهارده بس اقليم الهضاب. اللي هناخده النهارده بس اقليم الايه؟ وهيبقى فاضل لنا المحاضره الجايه اقليم السهل الساحلي، وهيبقى فاضل لنا معلومات عن الصحراء الغربيه. لازم بقى تعرف المياه الجوفيه في الصحراء الغربيه والخزانات بتاعت المياه الجوفيه، وفي شويه معلومات هناخدها في الاخر. الرمال فيها قد ايه؟ الاشكال الرمليه والرواسب الرمليه. لازم تبقوا عارفين المعلومات. المنهج عندنا اسمه جغرافية مصر، فانت لازم تبقى عارف ارض مصر عباره عن ايه؟ برملها، بميتها، بصخورها، بكل حاجه. خلاص كده يا جماعه؟ طيب اقليم الهضاب، ركزوا بقى في اللي انا هقوله. يتكون اقليم الهضاب من 3 هضاب. عرضية الامتداد، عرضية الايه؟ هو هيجي لك في الامتحان ويقول لك يتكون اقليم الهضاب من هضاب طولية الامتداد. غلط. عرضية بتبدأ من الجنوب إلى الشمال. 1 الهضبة الجنوبية، أو هضبة الجلف الكبير، أو هضبة الايه؟ لا، هضبة الجلف الكبير. 2 الهضبة الوسطى، أو بنقول عليها الهضبة الجيرية الإيوسينية. 3 الهضبة الشمالية، أو بنقول عليها هضبة مرمريكا، أو بنقول عليها الهضبة الجيرية الميوسينية. تمام كده؟ طيب 1 هضبة الجلف الكبير متوسط ارتفاعها 1000 متر. هضبة الجلف الكبير متوسط ارتفاعها قد ايه؟ نكتب بقى كل هضبة لوحديها. همسحها. دي مش موجودة، دي انا مزودها. الجيرية الميوسينية. الهضبة الجنوبية، أو هضبة الإيه؟ متوسط ارتفاعها 1000 متر. متوسط ارتفاعها قد إيه؟ يوجد فيها منخفض الواحات الخارجة والواحات الايه؟ حفر بها منخفضي كركر ودم. تمام كده؟ معايا الناس؟ طيب بصوا بقى اللي انا هشرحه بقى ده دلوقتي. كان زمان في الجغرافيا في درس اسمه جيولوجيا مصر. كان في الجغرافيا زمان فصل اسمه ايه؟ فهو عايز يسألنا على الأساس الجيولوجي بتاع الهضبة الجنوبية. يعني اتكونت صخورها من ايه؟ تمام كده؟ السؤال ده هيجي في الامتحان السنة دي، وهيجيب الصخور دي في الامتحان. ركز معايا. الأساس الجيولوجي لهضبة الجلف الكبير أو الجنوبية. قال لك 1 تتكون من صخور أرجية نارية متحولة، اللي بنعمل منهم البازلت والايه؟ والجرانيت. ايه البازلت؟ ده معدن من المعادن بنستخرجه من هضبة الجلف الكبير. تمام كده؟ اسمه بازلت وجرانيت. طيب
يبقى لازم تعرف، هيسألنا في الامتحان والله هيقول لك ان الصخور بتاعت الهضبة الجلف الكبير او الهضبة الجنوبية اسمها ايه؟ صخور أركية نارية متحولة. هيجي يسألك بيستخرج منها معدنين ايه؟ هتقول له البازلت والايه؟ ماشي كده؟ 2. الصخور دي ظهرت في عصر اسمه العصر الكريتاسي، عصر اسمه العصر الايه؟ لازم تعرف ان هضبة الجلف الكبير او الهضبة الجنوبية اكبر مستودع للمياه الجوفية في مصر. اكبر مستودع للمياه الجوفية في مصر في الصحراء الغربية في هضبة الجلف الكبير. تمام كده؟ اخر حاجة عايز اقولها لك ان كان في حجر اسمه حجر جيري تباشيري. حجر جيري ايه؟ كنا بنطلع من الهضبة الجنوبية حجر جيري بيستخدم في الفوسفات، بيستخدم في الايه؟ واهم مكان بنطلع منه فوسفات في مصر هضبة اسمها هضبة ابو طرطور. هضبة اسمها هضبة ايه؟ سؤال لازم يجي في الامتحان. هضبة ابو طرطور اشهر هضبة لاستخراج الفوسفات في مصر. في صعوبة في اللي انا بقوله؟ تمام كده؟ سمك الهضبة الجنوبية او هضبة الجلف الكبير سمكها 1000 متر. سمكها قد ايه؟ ومتوسط ارتفاعها قد ايه؟ 1000 متر برضه. في صعوبة في اللي انا بقوله؟ عشان كده ما رضيتش اديكم الفصل كله. فاضل لنا كده الهضبة الوسطى. دي اكبر اقاليم مصر المورفولوجية، مساحتها 68% من مساحة مصر، مساحتها 681,000 كيلو متر مربع. بتمتد منين لفين؟ عند مدينة سيدي غرب مرسى، وبتمتد من فين تاني؟ لا دول في البلع. اللي حصل؟ ايوه بس دول مش ينفع تعمل سلاحة. مرمريكا الشمالية دي متوسط ارتفاعها 500 متر، دي متوسط ارتفاعها 200 متر. تمام كده؟ بنقول على الهضبة الوسطى الهضبة الجيرية الأيسونية. تمام كده؟ بيقول لك إن هي تكونت من صخور الحجر الجيري وصخور الحجر الأيسوني، عشان كده سميناها صخور جيرية أيسونية. آخر حاجة هضبة مرمريكا الشمالية متوسط ارتفاعها قد إيه؟ أنت كده طولت في إيه؟ بس أنا كده عملت إيه زيادة؟ طب ركزوا معايا بقى، افتحوا الملازم. افتحوا الملازم. بصوا يا جماعة، هو أنا بقول إن الهضبة الجنوبية والهضبة الشمالية، الهضبة الوسطى تقع ما بين الإيه؟ ما بين الهضبتين الجنوبية والشمالية. تمام كده؟ طيب نقرا بقى الكلام اللي احنا قلناه ده كله. أول حاجة ركزوا معايا. إقليم الصحراء الغربية بتبلغ مساحتها 681,000 كيلو متر مربع، أي 68% من جملة مساحة مصر. تاني 2 يقترب شكلها، أنا ما نسيت أقول إن شكل الصحراء الغربية مستطيل. يبقى احنا كده لحد دلوقتي خدنا شكلين، شكل مصر مربع، شكل الصحراء الغربية مستطيل، وشكل هضبة مرمريكا مثلث. يبقى انا المحاضرة الجاية هسألكم في 3 اشكال: شكل مصر مربع، شكل الصحراء الغربية مستطيل، شكل هضبة مرمريكا مثلث. يقترب شكل الصحراء الغربية من مستطيل، يزيد اقصى طول لها عن 1000 كيلو متر، امتدادها على خط طول 26 شرقا عند رأس سيدي براني إلى خط عرض عند مدينة قنا، يقل اتساعها عند منخفض الفيوم، تنحدر انحدارا شديدا من الجنوب إلى الشمال.
اعلى قمه جبليه في الصحراء الغربيه جبل العقينات، طوله 1907 متر. اقليم الصحراء الغربيه ينقسم الى اقليمين، اقليم الهضاب اللي فيه 3 هضاب، واقليم السهل الساحلي للبحر الابيض الايه؟ اقليم الهضاب مساحته كام في المية من مساحه مصر؟ ومساحه الاقليم السهل الساحلي اول حاجه ينقسم اقليم الهضاب الى 3 هضاب عرضيه الامتداد، 1 الهضبه الجنوبيه اللي هي هضبه الجلف الكبير، 2 الهضبه الوسطى اللي هي الهضبه الجيريه اليوسونيه، 3 الهضبه الشماليه اللي هي هضبه مرمريكا، 1 الهضبه الجنوبيه اللي هي هضبه الجلف الكبير يبلغ متوسط ارتفاعها 1000 متر، يوجد بها منخفض الواحات الخارجه ومنخفض الواحات الداخله. تمام كده؟ حفر بها منخفض كركر ودنكر. التكوينات الجيولوجيه ليها يوجد بها صخور اركيه ناريه متحوله من الجرانيت والايه؟ من الجرانيت والبازلت. تتالف من تكوينات العصر الكريتاسي. طيب توجد صخور الحجر الجيري التباشيري اللي هي مصدر للفوسفات، وبيستخرج الفوسفات من هضبه ابو طرطور. الهضبه الوسطى بتقع بين هضبتين الجلف الكبير في الجنوب وهضبه مرمريكا في الشمال. متوسط ارتفاعها 500 متر. حفر على اطرافها منخفضين في الهضبه الوسطى، فيها منخفضي القطاره ومنخفض سيوه. اخر حاجه الهضبة الشمالية يبلغ متوسط ارتفاعها 200 متر، شكلها شكل مثلث، تتألف من صخور الحجر الجيري الميوسوني من الرمال والطين. خلاص كده يا جماعة؟ خلصت كده المحاضرة. وهنا تنتهي سهرتنا.